وين سمعان أنت بالشرطة السياحية؟ بإسبانيا؟ لا. بإيطاليا؟ ممكن، أو بالإمارات. أنا رح أقول لك إنه صارت عنا هون بسوريا شرطة سياحية هون بالبلد. أكيد مو فرع أمن أو مخابرات. أكيد يا أخي، وسع بالك واسمع للآخر. من كم يوم تخرجت دفعة جديدة من كلية الشرطة. حضر هاي الحفلة وزير الداخلية ووزير السياحة. يا سادة يا كرام، هاي حقيقة مو مزحة. صار فينا نشوف بشوارعنا وأسواقنا وأماكننا السياحية ناس منظمين ومرتبين، لا وبيحكوا لغات كمان. يعني هلأ ما عاد نشوف أبو العلا بنص الشارع عم يجمع هويات، ولا حتى أبو الفدا اللي واقف عند برميل أحمر عم يسأل ويتسأول، ولا حتى أبو حيدر اللي قاعد تحت سقف توت مهرهر وجنبه عبارة مشلخة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير. اليوم بدي أخبرك أنه الوضع تغير، وهيكلة مؤسسات الدولة بلش، والشرطة السياحية اللي أعلنت عنها الداخلية مع وزارة السياحة هي جزء من هذا التغيير. وبصراحة خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة تنظيم القطاع السياحي بسوريا. وبيني وبينك إذا ما في أمن بالبلد، مين رح يجي لعنا دخلك؟ وما رح يكون عنا لا سياحة ولا سباحة ولا حتى سيران بالميكرو. وبما أنه هالشغلة جديدة علينا، خليني أحكي لكم عن شغلة هالشرطة وشو دورها. يا صديقي، رح تكون منتشرة بالأسواق والمواقع الأثرية، وكمان رح تساعد الناس والضيوف اللي جايين يزوروا هالبلد، وتقدم لهم شوية معلومات وحماية ومن هالحكي. طبعا في ناس عم تسأل وين السياحة؟ ليش في شي معالم سياحية لسه موجودة بهالبلد وما تعرض للتخريب على إيد أبو البيش؟ أحب بخبرك يا صديقي إنه السياحة لساتها موجودة وشغالة، والدليل فنادق البلد أغلبها محجوزة خلال الفترة الصيفية. بس بدك الصراحة، البلد ما راح يكون لا سياحي ولا حتى صالح للسكن بدونك وبدون جهود أبناء البلد اللي هن عنصر أساسي ببناء أي شبر فيه. وأي شيء راح ينجح بالبلد راح يرجع بالنفع علينا كلياتنا. وأكيد أنا وإنت وغيرنا كتير عم يستنى نتائج هاي التجربة الجديدة، ونشوف الشرطة السياحية وهي عم تقوم بواجباتها وتعزز ثقة الزوار بهالبلد بعد سنوات الحرب الطويلة، وتحسن صورة البلد كمان إعلاميا وسياحيا، وتحافظ على هالنظام. وإذا كلياتنا اشتغلنا سوا أكيد رح نحقق نتائج ترجع بالنفع على أهلنا وناسنا وعلى كل الناس اللي حوالينا واللي بنحبهم. وسلام.